هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي سارة البرادعي، والنهارده هنتكلم عن المسلسل الكوري لاف تيك 2، الحب للمرة الثانية. المسلسل من بطولة يون جين عاملة دور الأم، وبنتها تشو يون جي، والأب باك هي جون، وابنه كيم مين كيو. طبعا المسلسل لسه جديد، لسه تقريبا خالص من اسبوع. القصه بتتكلم عن ام عزباء عندها بنتها في كليه الطب. امها دايما بتشتغل عشان خاطر بنتها دي، وعشان خاطر تدفع مصاريف كليتها. هتتفاجئ في يوم ان بنتها سابت الكليه وراحت سياحه في قريه صغيره، فهتروح وراها القريه دي وهتعرف من بنتها ان هي عندها ورم في المخ، وان بنتها قررت ان هي تسيب كليتها وتعيش لحياتها وتعيش لنفسها. وامها في نفس الوقت هتنطرد من شغلها، فهتقرر ان هي تسافر القريه دي وتعيش مع بنتها في القريه دي، وهتفتح هناك مطعم. وفي نفس الوقت الام هتقابل حبها الاول في القريه دي. هي كانت بتحبه من ايام الثانوي، وهو اب اعزب عنده ابن بيشتغل في مجال الزراعه. فهتتغير حياتهم بدخول الام وبنتها. الام طبعا هتحب الاب، والبنت هتحب ابنه. خلونا ندخل في الايجابيات والسلبيات على طول. اول حاجه في الايجابيات، الناس اللي بتحب قوي فصل الصيف، وفي نفس الوقت بتحب الاجواء اللي هي القريه والشجر بقى والبحر والحاجات دي، فطبعا المسلسل ده ليكم. تاني حاجة، لاقي في المسلسل علاقات إنسانية كتيرة. أولهم علاقة الأم ببنتها، بالرغم إن مفيش علاقة دم بتربطهم، إلا إنها بتعتبرها زي بنتها لأنها هي بنت صاحبتها الوحيدة، وربتها من وهي صغيرة خالص وكرست حياتها ليها. لا دخلت في علاقة حب ولا اتجوزت ولا أي حاجة، وفضلت إن هي تربي البنت دي واعتبرتها زي بنتها. دي كانت اول علاقه. تاني علاقه، علاقه الام بصاحبتها. طبعا الممثله اللي عامله دور صاحبتها انا بحبها قوي، وكانت لسه عامله السنه دي في مسلسل قصتي المجهوله في سول، وكانت من افضل الشخصيات في المسلسل قصتي المجهوله في سول. وهنا برضو من افضل الشخصيات. انا عايزه اقول ان هي رقم واحد في المسلسل بالنسبه لي الصراحه. دورها تحفه، وعلاقتها مع صاحبتها تحفه، وده غير ان هي بتدي طاقه ايجابيه لكل اللي حواليها، ودايما واقفه جنب كل اللي حواليها مش صاحبتها بس. بالنسبه لي إن دورها من احلى الادوار، والممثله نفسها اصلا انا بحبها قوي وعملت دورها كويس قوي. تالت علاقه بقى بعلاقه الجده اللي هتيجي، هي برضو ملهاش علاقه بيهم. هي دكتوره جالها مرض زهايمر بسبب ان بنتها توفت، فدخلت برضو حياتهم وكلهم عاشوا في نفس البيت او اعتبروها واحده من العيله. فالثلاث علاقات دول الصراحه من افضل العلاقات. وعاوزه اقول ان من ساعه ما دخلت الجده دي وانا حسيت ان الاجواء بقت احلى وكده. كمان علاقه بنت البطله مع ابن البطل كانت علاقتهم كيوت وجميله، وكمان الكيمستري ما بينهم كانت لطيفه. طيب بالنسبه للسلبيات، اول حاجه في السلبيات هي الام. انا مش عارفه المشكله في دور الام ولا الممثله نفسها. بس كانت بتمثل كويس، بس انا مش عارفه، ما حبيتهاش عموما يعني. وكمان علاقتها مع البطل علاقة رخمة الصراحة، ما حبيتهاش نهائي. يعني دايما أنا بقول ما فيش مشكلة إن هي تحب وكده، لأنها في الآخر ما جربتش الحب وكرست لنفسها للبنت من صغرها خالص، فما دخلتش حد حياتها، فطبيعي إن هي تحب. بس العلاقة ما بينهم كانت علاقة متخلفة كده يعني بجد. يعني المفروض تكون علاقة ناضجة. ما شفتش اي علاقة ناضجة. علاقتهم كانت رخمة وتنحى. ما حبيتش المشاهد بتاعتهم نهائي. انا عايزة اقول ان علاقة عيالهم بالرغم ان هم صغيرين وشكلهم كيوت وكده، بس علاقتهم كانت ناضجة عنهم بكتير خالص. يعني اللي هيتفرج بجد هيحس ان علاقة الاتنين الصغيرين احسن بكتير وانضج بكتير من علاقتهم هم. فلما كنت بشوفهم كنت بسترخم صراحة. بقول ان هي من حقها انها تحب، والاب من حقه ان هو يحب برضه. علاقتهم كانت ممكن تبقى حلوه لو اتكتبت بشكل حلو، انما هي اتكتبت بطريقه ما حبيتهاش الصراحه. رقم 3، حسيت بشويه ملل في الاول وفي الاخر. يعني في بدايه الحلقات كان في شويه ملل، ولما دخلت الجديده الوضع اتحسن. وفي الاخر برضه حسيت بشويه ملل، بس مش اللي هي وحشه لا خالص. يعني برضه انا استمتعت بمشاهد كتير، وخصوصا مشاهد عيالهم، وكمان مشاهد صاحبتها سواء كانت معاها او مع غيرها. كمان ما حبيتش ان هم مركزوش على مرض البنت بشكل كبير. يعني مش عارفه هي ايجابيه ولا سلبيه. يعني حاسه ان هي الاثنين مع بعض. الايجابي ان هو مركزوش قوي فعشان ما نتخانقش بقى ونفضل تحس ان الاجواء بقى قلبت كده ايه، سواد يعني. وفي نفس الوقت برضو يعني انا بقول ان لو ركزوا شويه كان هيطلع منهم احداث اكتر من كده، فما ركزوش عليها. انا حسيت ان هم عاوزين يضيفوا بقى ايه الجو المريح
بعيدا عن الكآبة وكده. بس تركيزهم في الآخر اللي هو في الحلقة الأخيرة بقى وقبل الأخيرة عليها، طب ما في شوية يعني في حلقات تانية ركزوا مثلا على حلقة عليها، حلقتين عليها في الأول وفي الآخر، إنما لأ مستغربة الصراحة الوضع ده. يعني القصة كلها عن البنت اللي عندها ورم في المخ والأم اللي بتكافح عشان بنتها وكده، وفي الآخر مفيش تركيز على المرض. يعني لو ركزوا على مرضها مثلا مرة أو مرتين ثلاثة كده هيضيف مشاهد أكتر أو أحداث أكتر، سواء للشخص اللي هي بتحبه أو للأم أو للي حواليها عموما. إن هم عملوها تقريبا مرة في بداية المسلسل، وفي الآخر ركزوا في آخر حلقتين أو آخر حلقة على العملية والحاجات دي، فكان كان ممكن يطلع منهم أحسن يعني. بس تقييمي للمسلسل 7/10. الناس اللي ما بتحبش الأحداث الخزعبلية بقى والأحداث الكئيبة والأحداث اللي هي بتتعب الأعصاب، فالمسلسل ده ليكم. ومسلسل مريح بسيط، ما فيهوش احداث اللي هي كبيره، وفي نفس الوقت لطيف يعني. والمسلسل فيه 2 كابل، اللي هو الكابل الكبير اللي انا ما حبيتوش والكابل الصغير اللي انا حبيته. فيها كذا نوع، وفيها صداقه وفيها علاقات انسانيه، فيها كذا نوع من المشاعر. اللي اتفرج على المسلسل يكتب لي تقييمه تحت كم من 10، واللي ما اتفرجش وحابب يتفرج اتفرجوا، ممكن يكون رايكم مختلف عن رايي برضو. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.